from? Where did he go? Where did he come from? Cotton Eye Joe. Sit down to beef, Cotton Eye Joe. Had been married long time ago. Where did he come from? Where did he go? بونجوار لو ماروك، خوتي خواتاتي، مرحبا بكم معنا في الحلقه التاسعه من برنامجكم برنامج شاب سكيزوفرين. قبل ما نبدا الحلقه ديال اليوم نبغي نذكر بالاسس والابداجيات ديال البرنامج ديالنا. فالبرنامج ديالنا ما كينتمي حتى شي جهه معينه، لا الحزب لا الجماعه لا الجمعيه لا اي تيار سياسي ولا ايديولوجي. البرنامج ديالنا كونوا هانيين كينتمي للشعب فقط، منا واليكم ومنكم والينا. الحلقه ديال اليوم سبيسيال، تبعوا معايا فيها اللعب، البينغا، الصرف، الفلوس. الحلقه ديال اليوم الضيفه ديالها من بعد استقلال الزوجات وكبرات ودارت الريش وولدات وكتكاثرات، ولكن شويه غبرات ولا تروشيرشي، كلشي كيقلب عليها. كاين اللي قال لك مشات لسويسرا، كاين اللي قال لك في الشيوب، كاين اللي قال لك هي ماديه، كاين اللي قال لك بشريه، كاين اللي قال لك طبيعيه. الحكومه كتقلب والشعب كيقلب والملك كيقلب. ولاننا وطنيين وما غنسكتوش، فاحنا استطعنا اننا نجيبوها في الحلقه ديال اليوم باش تحضر معنا بالرغيب والمزاوقه والطيب. استقبلوا معايا المشفوره المنهوبه المدفونه الحبيبه الغاليه تروى. حبيبنا وطننا روحي فداه، ومن يذوق حقوقه يذوق أداء. تيرارا 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 تيرارا. أتساءل باستغراب مع المغاربة، أين هي هذه الثروة؟ وهل استفاد منها جميع المغاربة أم أنها همت بعض الفئات فقط؟ عودي خليني ساكت، ما كاين زهر شاي ما كاين سكويتيش. واشدنا هاني الغير خصك ما تفوت غير بالله، لا نداري ولا ما يخدمن ولا ما يخدمن. ويعتبر المغرب أول مصدر عالمي للفوسفات، كما أنه يمتلك 75% من الاحتياطي العالمي. المغرب ديالنا والو. وعلاش كاين السعايه في المغرب؟ السعايه على حساب كلش كبارين كيسرقوا الصغارين الدراوش. القرن العشرين هذا عايشين عيش دبانه في البطانه. راه الفرق عظيم، راه الفرق عظيم بين التفاح والرمانه. واش الفرق بين انت وانت وانا؟ علاش القهر والقهرة والميزانية قادعة ومعشة فوق كتافنا بحال الغراب، وهو دمنا استغنى بيه، عذابنا يحييه وموتنا يغنيه. علاش؟ قد وصل حجم الأموال التي دخلت إلى خزينة الدولة من الضرائب 70 مليار و173 مليون درهم، مقابل 23 مليار و158 مليون درهم سنة 2013. اللي بتقول عليه الست ده. المغرب ليست له ثروة خاصة أكثر من عنصره البشري. درنا شحنا شي حل، بقاو حنا مشردين نحسو على الكارطون اللي شي يضربنا ويعايرنا بزاف. علاش هادشي؟ علاش بحال البارح ناسين ضربونا حنا هدرنا حرقونا يخسرونا يقمشونا بزاف. درنا شي حل، عاش كاين السبب البلاد. شنو كتقول وليدي؟ ما تقولش سيبه، شنو ما تقول سيبه؟ اسمع وليدي، انت باقي صغير وانتم الاخوان ما تدوش عليه، راه باقي صغير. خاصك تعرف بانك ملي غتكبر غتفهم باننا حنا دوله الحق والقانون، كاين عندنا المساواه في هذه البلاد. هذا هو الشعار ديالنا، بحال الغني بحال الفقير. الغني عنده فيلا، الفقير عنده فيلا. الغني عنده طوموبيل، الفقير عنده طوموبيل. الغني كيتو شي مليار والفقير كيتوشى. الله يعطيني، الله يمسخني انا منافق. ذلك أننا لا نريد مغربا بسرعتين، أغنياء يستفيدون من ثمار النمو ويزدادون غنى، والفقراء خارج مسار التنمية يزدادون فقرا وحرمانا. يلا هما حيروحوا من ربنا فين؟ فلوس والو، الصحة كتمشي، تا ما داير والو، شكون اللي غيعجبك تما؟ علاش انا نجوع وهو يزيد يتنفخ ويتغنى؟ مأساة أسرة اضطرت إلى السكن في مرحاض عمومي.
في هذا المكان يعيش الأب وزوجته و3 من الأبناء، أصغرهم ولد هنا في غرفة كانت من قبل مرحاضة. احنا بغينا نعيش بكرامة، كنستحقوا كساكنة كبشر أبسط حقوقنا هو العيش بالكرامة. وين تأسيوي جديدة لمحاي انتهاك وكل نهار رزقو، مرة نبيع مرة ما نبيع والو، مرة نبيع وحدة مرة نبيع جوج، كل نهار رزقو. Il faut bien trouver une solution. Vous savez, pour ces gens-là, la démocratie et la crotte, c'est la même chose. مش علمنا كفرة، احنا خوت بدم مخلط، كي عندي كي عنده. راه عندي اخبار ديال الملايير موضوعه في الابناك. عندي ما نقولش. لا قول. ما نقولش. لا غتقول. لا ابدا. اودي قول. ما نقولش. ايوا السي بن كرامي ما بغيتيش تقول فاحنا غنقولو. اخوان في المونتاج قولوا له وبدون ذكر الاسماء، ما نبغيوش اسماء يتذكروا ولكن قولوا له. تسند يا بعرول. شهر الكرياء في المغرب هاك اسمع، او سيما ومناصيب معارف هاك ابداع، اخنش وزير الفلاحه والصيد البحري، امبراطور القاس سمع الكلام وبري، سلوى اخنوش شكون بها سمع، اقوى وارقصه في يديها كاين صباع، زوجين تاريين لعبوا بمناصيب، وخدنا في الكريان هما يقصروا لي نصيب، وهاك ثانيين وهاك مريم بن صالح، المرأة اللي خلقات من الماء شلة الطور، عميدة ورثت مجموعة المركوم، عائلة بن صالح الاتحاد على العموم، كان مصدر القوة في إنشاء صداقات، حسي بن سليمان شلة معاهم علاقات، فؤاد علي الهمة وعثمان بن جلون، أمينة رشيد متراجلها بالفنون، أني اللي بن صالح وهاك سمع برادة كيفاش النخيل يعطينا ثمر من ذهب، حدائق النخيل قول في بلاصة، وهاك سمع رحال قائد ديكتاتور، امبراطور صنع الملك حسن الثاني، وشكون فينا سمعه وابراهيم زنيبر الملك وليدين غرهبده من صفايفر اما طريق باشا البرجواك الاحمر بمسطش الابيض، هاك عليه نعبر امام لا يحفظ، كان رئيس اونا بنى الثروه ديالو بعد على البترونه، سمع فؤاد الفيلالي عليه غير بحالته، نسيب الحسن الثاني الماضي ما تفلت، اما على العمراني وسعيد العمراني، وشكون فيكم سمع الضحى والصفراء وإمام ميلود الشعبي لأن ما تخطيني. أين هي ثروة الشعب؟ ولكن يجب أن نطرح السؤال ولا نقف عند السؤال، بل يجب أن نبحث عن الإجابة، هذا هو منهج البحث العلمي. إذا إجابة عن السؤال أين هي ثروات الشعب المغربي؟ انت راجل وتعرف الهضره ديال الرجاله. الفقر هو الفقر النسبي، الفقر ديال امريكا ماشي هو الفقر ديال المغرب اللي عايش هذا معروف، والفقر ديال السويد ماشي هو الفقر ديال المغرب، والفقر ديال المغرب ماشي هو الفقر ديال السنغال ولا ديال المالي ولا ديال دوله افريقيه اخرى، الفقر هو نسبي. اهدى يا شيخ. ايه اللي بتاع اهدى يا شيخ. ايه يا شيخ ايه يخرب بيت سنينك. ياك اختي وانا ما قلتي توزه، ما قلتي والو، الفقر هو الفقر، ما كاين لا نسبيه لا جاذبيه لا توزه. قال لك قبح الله الفقر، كاد الفقر ان يكون كفرا. انا بعض المرات كنبغي بصراحه نضحك ندخل في الفيديوهات ديالي شويه ديال النشاط، ولكن هذا الموضوع ما فيش الضحك الاخوان، الفقر ما فيش الضحك، حساس. انا كنكون مريح بعض المرات في التفكير ديالي المتواضع البسيط، وكنبدا نشوف الاعلام ديالنا المنافق الكذاب، ما كاين غير 50 شراكه 70 شراكه مع الالمان، 30 شراكه مع الصين، حقا جونا الاعانات من الصندوق الدولي، احنا الاولين عالميا، الثالث افريقيا، الخامس جهويا، العاقه داخله، الفلوس، كل شيء نايضه. وملي كتجي تشوف الواقع كتلقى حنا اسفل السافلين. الشعب كيفاش عايش؟ زيرو. نهضروا شويه في المعقول، نحسبوها شحال من ثروه عندنا، حنا ما عندناش ثروه، عندنا ثروات.
ثروات الحشيش حرام مزيان متفقين عليها، ولكن مادام حرام وفلوس هذوك راه العاقه كتدخلوها للبلاد، كتدخلوها استثمروها في شي حوايج، نقصوا علينا الموظف، عاونوا بها صندوق المقاصه، عاونوا بها بزاف د الحوايج. راه 130 مليار درهم اللي كتدخل غير من الحشيش. اشنو كتحرقوه؟ كنتو كتحرقوه بصح كاع ما تزرعوه. تحتل تجارة الحشيش المرتبة الثالثة في العالم بعد تجارة السلاح والدواء، وتتفوق أيضا على تجارة النفط. الحشيش لا 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 لا. حجم التجارة تدير تجارة الحشيش للمغرب تقريبا 12 إلى 13 مليار دولار سنويا، هذا يعادل مرتين مداخيل المغرب من قطاع السياحة. يحجز المغرب سنويا ما يزيد عن 100 طن من الحشيش، كله موجه للتهريب خارج المغرب. الناس ما لقاوش دابا ما عندهمش الماكله، واللي حيدوا كيفاش غادي ياكلوا؟ ماشي مشكل البديل ولا هذا، حنا معايشين هذا نمثلوا كيقولوا حرام، هو حرام فعلا. يحيدوا لنا هذا الشيء ويعطيونا واحد البديل باش نعيشوا حنا، ماشي مشكل. ياك هادي دوزنا نهار داوك على الكيف داروا لي في جيبي حشيفه، داروا لي في جيبي مسيكين. داروا لك 53 كيلو ديال الكيف في جيبك كفاره. واخاسي الحشيش ما نهضروش عليه، الحشيش ثروه حرام خليوها. الثروه ديال الحوت، علاش عباد الله ما فهمتش؟ عندنا جوج بحوره وقهرتونا بالحوت. انا بغيت نفهم علاش كتقهمونا بالحوت. ها الاخطبوط، ها الكروفيت، ها الكالامار، ها لانغوس، بارك علينا وحنا شابعين تقهمنا. بغينا نشوفوا شويه ديال السردين وشويه ديال الكبايله وشويه ديال الانشوبه، بارك علينا حشومه. كيعجبني ديك الاخطبوط والله. كاين جوج ديال الاخطبوطات، كاين الاخطبوط اللي كيمشي لبرا وكاين الاخطبوط اللي هنا هو اللي كيصيفط داكشي لبرا. الأرقام تقول 11 مليار درهم هو رقم معاملة القطاع خلال السنة الماضية. يا سلام فرحان قوي. الواجهتان البحريتان للمغرب تنتجان 1,000,000 طن من الأسماك سنويا، 70% منها موجهة نحو التصدير. ويلي السرديل، بطا ديال الحوت مات عند مروكو، تا جاب حوتنا اللي هنا تا هو جاب حوتنا. المواطن هذيك السرديل كيوصل 30 درهم دراهم، راه ما يحلمش انه ياكلو، ولهذا كيلتجئ لمسائل اخرى اللي تيعوض بها. الحقيقه انا تصدمت، سالت منها بالنسبه للمغرب عنده جوج واجهات بحريه، ان هذا في الحقيقه الثمن غالي. ولو ما لقاش حاجه يعضعض في اي لقمه كده. احنا الشعب يحب يعضعض، لان المواطن لو ما عضعضش هيعضعض في الحكومه وهيعضعض في الدوله كلها. يطرح ارتفاع أسعار الأسماك بالأسواق المحلية أكثر من علامة استفهام عن مصير العشرات من الأطنان التي تستخرج يوميا من المياه المغربية. لا قالوا زوينين. إجرامية دايرة بينا عصابة. لا ولدي لا ولا ما تغلطوش في الناس، ما تقولوش عصابة، هذوك راه ماشي عصابة. مخرج عطيهم التقرير الله يخليك، وريهم شكون هذوك وبدون ذكر الأسماء. حنا شوف عندكم تذكروا الأسماء. الاخوان في المونتاج زيروا معانا، حنا كنبغيو الامور تبقى مستوره. عطيهم. ناحي النوح والنواحه على بقرة حاحه النطاحه. ناحي النوح والنواحه على بقرة حاحه النطاحه. ناحي النوح والنواحه على بقرة حاحه النطاحه. والبقرة حلوب يحلب انطار لكن مسلوب من أهل الدار. ناحي النوح والنواحة على بقرة حاحة النطاحة. ناحي النوح والنواحة على بقرة حاحة النطاحة. والبقرة حلوب تحلب انطار لكن مسلوب من أهل الدار. والدرب صحاب وجدع شربات غير السراديب وبحور الديب وجبال الدار واقفين زنهار. وجبال الدار واقفين زنهار. وفي يوم معلوم عملوها روح شقوا الترباس
يربوا الحراس. دخلوا الخواجات شفطوا اللبنات. دخلوا الخواجات شفطوا اللبنات، والبقرة تنادي وتقول يا ولادي، والبقرة تنادي وتقول يا ولادي، ولادي الشوم رايحين في النوم. هاي الحوت هذا ماشي شي حاجه، شحال كتدخلوا 11 مليار ديال الدرهم، ماشي شي حاجه، دي ماشي ثروه ما والو. حيد جيبوا لنا السياحه، وريو الناس البلاد، اكادير، مراكش، السعيديه، السياحه شحال المغرب يا زين البلدان، شحال كتدخلوا لنا فلوس، السياحه فلوس وهوا السياحه، ميزانيه السياحه عطينا. في تقرير له صنف المجلس العالمي للسياحة والسفر المغرب كأول وجهة سياحية على مستوى شمال أفريقيا، لتحتل بذلك المرتبة 38 عالميا، فيما جاءت تونس في المرتبة 111 عالميا. هادشي كله غيبقى تعاود. كما كشف أن الدخل السياحي المغربي بلغ 10 مليارات دولار العام الماضي. الحكومة هنا تؤكد أن دخلها السياحي ارتفع ب3% في الربع الأول من العام الحالي مقابل نفس الفترة من العام الماضي. باغي نعرف ريالات الدولة فين زادوا، هنا طاكسي شدوا، هنا قروض. واش شريف تا الشالينات كيبدا يعرف الدولة ويبدا يقول لك الشفارة عطاونا حوا من ايش ريالات الدولة. انت كتعرف الدولة، الدولة مسكينة راه مظلومة خدامه كتخدم الشعب كتبريكوليه، ما تبقاش تقول شي هضره اللي ما قادينش عليها، اللي قاد على شي هضره يقولها اللي ما قادش يسكت. بقاوش تظلموا كتجيبوا لنا ارقام ومغالطات وثروه. انا نوريكم الارقام ديال بصح. راه الكتابه يا استاذ، الله يحفظك. شكرا يا استاذ، الله يحفظك، شكرا. اسمع، السياحة الصالحة للزراعة في المغرب 95,000 كيلومتر مربع، الدوبل ديال بلجيكا ب3 ديال المرات. أين الثروة؟ حنا أول مصدر جلبانة، والثالث في القرعة، والخامس في الليمون، والسابع في مطيشة عالميا. أين الثروة؟ حنا أحسن صناعة كيماوية من بعد جنوب إفريقيا. أين الثروة؟ أكبر منتج ومصدر للسمك في الدول الغربية والعربية والإفريقية، 13 مليار ديال الدرهم سنويا. أين الثروة؟ أول مصدر للسردين المعلف في العالم. أين الثروة؟ ثالث مصدر للجيلاتين اللي كنخرجوه من الربيعة ديال الضوء الأحمر في العالم. أين الثروة؟ ثاني أكبر منتج للفوسفات، والأول في التصدير في العالم، كنغطيو 75% من احتياطي ديال العالم في الفوسفات. وأين الثروة؟ السعاية في البلاد كيوصلوا حتى ل 500,000 سعاية. اشري وهادشي نقول لكم ما تقولوش لينا هادشي، انا بكتبوا لنا الانجازات، هادشي ديال السعايه وداكشي ما كاينش، هادشي كذوب. اش ديروا لنا الموارد ديال الاستيراد 111.2 مليار ديال الدرهم، الرسوم المفروضه على المنتوجات 12 مليار درهم، الرسوم المفروضه على الكارو 12 مليار 7 مليار ديال الدرهم، الرسوم المتحركه على سبيسو النمر المقنع. اش خلطوا لنا الوراقي، اش خلطوا لنا الوراقي صافي. هو داكشي ديال الرسوم حتى الحلقه ديال الرسوم. تامر باقي عرفوا بان النمر مقنع، عرفوا قيدها ليا سجلي الحلقه. الله يحفظك. الحاصل ملي كنجيو نشوفو كنلقاو بان الميزانيه ديال الدوله حسب التقرير الماليه بطبيعه الحال ديال 2013 كتوصل لازيد من 200 مليار ديال الدرهم سنويا، وبطبيعه الحال نسبه مهمه منها كتمشي للبلاط. شنو هو البلاط الدراري؟ القصر الملكي. القصر الملكي الشريف. نخليوها بلاط. نخليوها بلاط. بلاط وصافي. 224 مليار درهم حتى هي غنتحاسبوا مع الدوله حنا على حشومه. هذيك مسكينه يلاه شي باراك يقضيو بها هما، هذيك راه ما تفيهم لا في استثمارات لا في بروجيات لا في توزع، لا داكشي ديال الاستثمارات داكشي كنخلصوه حنا من جيبنا، في الموظف، في الرسوم، في الضرائب، في الاوتوروت، في المخالفات، داكشي حنا خاصنا المقاسه، الزيادات في الاثمنه حنا اللي كنتكلفوا بداكشي. الحكومه راه انثى مراه، والمراه كتصرف، الراجل هو كيشرف، هو اللي كيشرف، والراجل هو الشعب، والشعب يصرف. اما داكشي الاخر خليه لهم هما، راه يقدر يجمعوه لينا حتى البرنامج الافقي ديال 2300 ان شاء الله. علاش لا؟
لوليداتنا وللسلاله ديالنا. هو البترول راه لقاو البترول. من جديد، هل يمكن أن يصبح المغرب البلد الكبير القادم في إنتاج النفط؟ ناري مونتي يا مونتي زحنينتي مونتي. سيجرى حفر 10 آبار في المناطق البحرية من المغرب خلال العام المقبل بحجم استثمار يبلغ زهاء $1 مليار. اما بصراحه من قبيله وانا كنحاول نبرد على راسي ونضحك شويه، ولكن ما بغيت نفهم، لقيت راسي ما فاهم توزع. بما انني ما فاهم توزع غنهضر. انا عارف بان الهضره ما كتجيب خضره والهضره ما كتغير والو، ولكن حتى السكات ما كيغير والو. الثروه في البلاد موجوده كثيره ما كتحصاش، ولكن حتى الشفاره كثار ما كيتحصاوش. اذا الحل هو الحساب، المحاسبه، الحساب صابون، خاص كلشي يترقد من المواطن البسيط حتى الاعلى سلطه في البلاد، الملك، كلشي باش نعرفوا اللي لينا واللي علينا. سينون الا كان معنا ديك الساعه البراني نعيطوا لكونا نعيطوا شارك هومز يفك القضيه، حيت بحال هكا ما يمكنش نستمروا. كاين شي امور في البلاد غير منطقيه، الغني كيزيد يتغنى والفقير كيزيد يتكحط، كيزيد لتحت للارض. علاش؟ حيتاش ما كايناش المساواه وما كاينش واحد الحاجه سميتها التشبيب. التشبيب فاش كنهضر على الحكومه والبرلمان. علاش نفس الوجوه كنشوفهم كل عام؟ مادام البلاد ما غادياش لقدام اذا خاص شي حاجه تغير. بحال الكره كنغيروا المدرب، نغيروا اللعابه، كذلك في البرلمان. علاش ما نغيروش دوك الاشخاص؟ واش كل عام كنشوفوا نفس الشخص ولو بحال كارطه بحال داما؟ مره هو في الفلاحه، العام الجاي كتلقاه في الرياضه، شويه كتلقاه في الماليه، شويه كتلقاه في السياحه، شويه كتلقاه في وزاره النقل. حتى حاجه ما عندها علاقه بشي حاجه. المهم هو خاصو يبقى تما. لا، ديروا التشبيب. حنا بطبيعه الحال كنعترفوا بهذوك الناس القدام على راسنا وعينينا، التجربه والناس اللي عندهم الحكمه، ولكن التشبيب مزيان. التشبيب مزيان. الشباب عندهم دي زينيسياتيف سون كرياتيف. خصنا ننوعوا شويه باش يكون نفس جديد وتكون المحاسبه. انا عارف بان هذا الفيديو يقدر يجبد لي مشاكل، ولكن انا بحال هكا كنهضر وكنقول داكشي اللي كنحس به، سينون غنمرض. وانا عارف شحال من واحد ما قادرش يهضر وشحال من واحد ساكت، ولكن الا بقينا ساكتين ما غادي نزيدوش قدام. نهضروا والليل هلا. السلام. كنتمنى ان الحلقه التاسعه تكون نالت الاعجاب ديالكم. ما تنساوش الا ما شفتونيش الحلقه الجايه، حيت انا قلت في واحد الكومونتير بان هذه ممكن تكون الحلقه الاخيره. الا ما شفتونيش الحلقه الجايه عرفوني بانهم غبروني ولا شي حاجه، واخا انا ما كنمشيش للواد ديال الشراط، كنت باغي نمشي ليه ولكن تيفوت الحد. ما تنساوش انكم تبارطاجيو الفيديو، دخلوا لاشين ديالنا www.youtube.com/tv-schizophrène، وكذلك لاباج ديالنا في الفيسبوك www.facebook.com/schizorène، ماشي سكيزوفرين، سكيزورين. خليو لنا التعليقات ديالكم ولي كومونتير ديالكم والاقتراح ديالكم بخصوص ضيوف الحلقات الجايه الى كتاب ان شاء الله. كذلك كنبغيو ما تفوتنيش فرصه انني نشكر جميع الصفحات ولي سيت والمواقع الاعلاميه الحره اللي كتعاوننا باش نبارطاجيو الفيديوهات ديالنا، وكنقول لكم راني كنموت عليكم. السلام عليكم.